يونغ يسخر من بايرن ميونخ بعد رفض ويليامز عرضهم. قبل أن نبدأ، إذا كنت سعيداً بمحتوانا، لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. في مفارقة مثيرة أثارت ضجة على مواقع التواصل، بايرن ميونخ يتحول إلى مادة للسخرية بسبب نيكو ويليامز. اللاعب الإسباني الشاب فضل عرض برشلونة رغم أن عرض بايرن كان مالياً أفضل. والأغرب، فرينكي دي يونغ نجم البارسا تفاعلوا مع منشور ساخر حول هذا الموقف وضغط لايك. المنشور ذكر بتصريح قديم من أولي هونيس في 2022 لما قال: نريد المال مقدماً لأننا لا نعرف إذا كان برشلونة سيبقى موجوداً مستقبلاً. وكان يقصد الأزمة المالية وقتها، لكن المفارقة الآن أن برشلونة المفلس تفوق على بايرن في إقناع نيكو ويليامز مثلما فعل من قبل في صفقة ليفاندوفسكي. تفاعل دي يونغ، اعتبر رداً ساخراً وهادئاً على تصريحات بايرن السابقة. فهل تتغير موازين القوى فعلاً في سوق الانتقالات؟ شاركونا رأيكم. هل برشلونة يستعيد هيبته رغم أزماته المالية؟